علشان تعملي محشي حلو لازم تسبيكته تبقى مظبوطة. ان شاء الله في الفيديو ده هعرفك ازاي تعملي تسبيكة المحشي المظبوطة اللي تطلعلك احلى حلة محشي. انا هنا فرمت بصل في الكبة. عايزين فرم خشن شوية، مش عايزين البصل يطلع المية بتاعته. وحطيت شوية زيت كده في الحلة يسخنوا، شوية زيت حلوين كتار شوية. تسبيكة المحشي لازم الزيت بتاعها يبقى كتير. وحطينا البصل لغاية ما اصفر معانا الصفار اللي انتوا شايفينه ده، ولا تبقى البصلاية فاتحة قوي ولا غامقة قوي. وضربنا في نفس الكبة الطماطم بتاعة التسبيكة فرم كده زي ما انتوا شايفين. مش عايزين الطماطم تبقى معصورة قوي. انا بحب اعمل التسبيكة بتاعة المحشي الطماطم بتاعتها في الكبة، لانها بتبقى مفرومة مش عصير يعني. وبعد ما البصل اصفر حطيت عليهم الطماطم زي ما انتوا شايفين كده وهقلب. واهم حاجة في تسبيكة المحشي هي التوابل اللي بتظهر لي طعم المحشي. وطبعا ما تنسوش معلقة هريسة الشطة اللي بتخلي لون تسبيكة المحشي احلى لون واحلى طعم كمان. ما عندكيش هريسة شطة، هتفرمي مع الطماطم قرن فلفل احمر. قرن فلفل احمر علشان يديله اللون الاحمر الحلو ده. هنا بعد ما حطينا معلقة هريسة الشطة هنقول بقى على التوابل اللي حطيناها. معانا فلفل اسود وكمون وسكر ونعناع وبابريكا وبهارات لحمة او بهارات محشي. ولو هتعملي محشي كرنب حطي الكمون، مش هتعملي محشي الكرنب هيبقى ورق عنب او اي نوع تاني استبدلي بدل الكمون رشة من القرفة بسيطة جدا. الكمون مش بيبقى لطيف قوي في اي نوع محشي غير الكرنب. بعد ما حطينا التوابل هنقلب بقى، وهنسيب تسبيكة المحشي تكمل السوا بتاعها. واهم حاجة لازم تبقى متسبكة كويس جدا. لازم تسمعي صوت التسبيكة اللي سمعتيه معانا في اول الفيديو كده. لازم يبقى الزيت طالع على الوش كده وبيبقبق زي ما بيقولوا. لو التسبيكة ما بقاش شكلها كده مش هتبقى حلوة، مش هتبقى اتسبكت كويس. اوعي تخلي فيها مية لان مش هتبقى حلوة في خلطة المحشي ابدا. وطبعا ما تنسوش تحطوا الملح في الاخر لان احنا لسه ما حطيناش الملح، حطيه في الاخر. وبكده معانا احلى تسبيكة محشي ممكن تعمليها لاي نوع من المحشي وانت مطمنة.